ازيكم ايه؟ النهارده كان يوم جميل قوي. حصل موقف معايا حلو قوي. الموقف ده عبارة عن ان انا كان حصل معايا حاجة في الموبايل زي فيروس كده، بيخلي فيه اعلانات بتطلع مرة واحدة كده، وبتدخل على حاجة واتنين وتلاتة، تبص تلاقي نفسك يدخلك على المتجر انك انت تحمل لعبة، اي كلام كده. المهم ان هو يفصلك جو فيروس كده بيبقى موجود في الجهاز. فقلت خلاص بقى اعمل ضبط مصنع للتليفون عشان اخلص من الحوار ده. فعملت ضبط مصنع مرة واحدة كده، اللي هو خدت القرار ان انا اعمل ضبط مصنع عشان الموضوع ما كانش حلو. بعد ما عملت ضبط مصنع اكتشفت ان انا عملت ضبط مصنع بجد لكل حاجة في الجهاز كله اتمسح، كل حاجة فيه اتمسحت. فالموقف لو حد تاني هيزعل ويتضايق، انا قلت عادي بقى كأن التليفون اصلا ضاع، وعادي مش هتفرق. الحاجة اللي ضاعت او الحاجة اللي باظت هنعرف نتصرف فيها ونعملها تاني. بس الحساب بتاع الاكونت وبتاع القناة وشوية الصور والتليفونات والأرقام. ومن ناحية تانية، ما أنا لو ركزت على الكلام ده كله هفضل زعلان. فقلت لأ عادي، هعرف أعوض كل ده وكأني مفيش حاجة. لحد ما جه في دماغي إن أنا أصلا عامل باسورد وشايله في الدرج بقاله فترة. قلت أجرب وأراجع الباسورد ده. الباسورد ده كان السبب إن أنا أرجع الإيميل من بدايته، الجيميل وجوجل واليوتيوب، كل حاجة رجعت تاني زي وضعها. الجهاز لسه كان زيرو، بس الحمد لله الحسابات كلها رجعت تشتغل تاني. اللي أنا عايز أوصله إن بيبقى فيه مواقف بتضطرك إن أنت تزعل وتتضايق، فخد الموضوع ببساطة خالص. لأنك أنت تزعل وتتضايق هتلاقي في مشاعر بتطلع، المشاعر دي بتضايقك أكتر، بتزعلك أكتر، فبتساعد إنك أنت يبقى في تعب، مرض، أي حاجة، عشان أنت سايب الموضوع كده اللي هو بتزعل بزيادة على حاجات صغيرة. فالحاجات دي خليها كده عادي، ما تشغلش. طالما هي ما تشغلش هتلاقي نفسك مرتاح وهادي، وبتجيلك فكرة تاخد خطوة. الفكرة ديت بتحللك الحوار كله زي ما حصل معايا. انا قلت حتى البصاري لو ما جابش نتيجة خلاص انا عملت اللي عليا. ده اللي حصل، فالحمد لله رب العالمين. وبنزل الفيديو ده كده عشان اعرف ان انا الموقف ده عدى عليا اتعاملت معاه ازاي. يلا تصبح على خير.